بعد ما نزلت فيديو حلاوة المولد الناس سألتني آكل إيه وآكل قد إيه، هو أنا لازم أكون خبير تغذية عشان أعرف آكل إيه وآكل قد إيه من حلاوة المولد؟ مش لازم تكون خبير تغذية، كل اللي عليك بس إنك هتفتح البوت اللي أنا عملته لك وهتصور قطعة الحلاوة أو هتكتب له اسمها وهو يقول لك تاكل منها إيه وتاكل قد إيه، ولو أنت مريض سكر وعندك أي مرض عرفه وهو يقول لك تتعامل إزاي مع حلاوة المولد. النسخة دي النسخة الخامسة، كان في قبل النسخة ديّة إن أنا باصممها بقى لي يومين 5 نسخ، دي النسخة الخامسة. دي بالعامية المصرية أكنك بتكلم واحد صاحبك هيتكلم ويضحك ويهزر معاك، وفي نفس الوقت هيديك المعلومة مبسطة عن حلاوة المولد، وهي خاصة بحلاوة المولد بس، يعني أنت لو صورت له أشطوطة أو بمبوزة مش هيعرف يرد عليك أو هيرد عليك غلط لأنه متبرمج على حلاوة المولد بس. ممكن فيما بعد إن شاء الله نطوره ونخليه لو جبت له حتى طبق بشاميل ولا طبق كبسة يقول لك إيه المكونات الموجودة فيها إيه ويعرفك تاكل منها الكمية اللي تاكلها قد إيه. طبعًا خلّيك فاكر إن صحتك أهم من قطعة الملبن أو المشبك، ولو عجبك البوت ابعته لكل معارفك وحبايبك عشان تفيدهم، وما تخلّيش الفايدة تقف عندك، وإن شاء الله إحنا خلاص قررنا بقى هنسيب مجال الصيدلة خالص ونتجه لمواقع الذكاء الاصطناعي.